انت هتحاول تعمل تمارين إطالة وهتزود وجع رقبتك. في الفيديو ده هقولك على ال3 أخطاء اللي كل الناس بتعملها لما بيحاولوا يعملوا تمارين إطالة للرقبة، وطبعا هوريك ازاي تعمل تمارين الإطالة بشكل آمن. وأحلى حاجة إنك مش محتاج تكون صغير في السن أو رفيع أو عندك مرونة عالية عشان تعمل التمارين دي، وتقدر تريح رقبتك في البيت بسهولة. ويلا نبدأ بأكبر غلطة بنعملها لما نحاول نعمل إطالة للرقبة، وهي إننا بنشد ناحية واحدة وبنضغط أو نعصر الناحية التانية. ده هيزود الضغط على المفاصل وهيخلي الوجع يزيد لو عندك انزلاق غضروفي أو نتوءات عظمية في الرقبة، وبيزود الضغط على الغضاريف، وده بيخلي الوجع يزيد لو عندك انزلاق غضروفي أو بروز أو نتوء في الغضروف. وكمان بيزود الضغط على الأعصاب، وده بيخلي الوجع اللي بينزل من الرقبة للكتف والذراع يزيد، والإحساس اللي زي الكهرباء ده يزيد. عشان نتجنب المشكلة دي هنعمل الآتي: هنبدأ نعمل تمارين استطالة لعضلات خلف الرقبة، وعشان تفتكرها بسهولة هسمي التكنيك ده تكنيك مايكروفون سيلفيو. إيه؟ فاكر مايكروفون سيلفيو سانتوس اللي كان بيجي من عند الصدر لحد قريب من الدقن؟ أيوة تمام، هو تقريبا نفس اللي هنعمله بإيدينا. بص، اقفل إيدك، ما تسيبش الإبهام فوق هنا، خليه ورا هنا. الجزء ده هتحطه تحت دقنك، والجزء اللي تحت هنا جنب الأصبع الوسطى هتحطه عند بداية عظمة الصدر اللي هي الإس. خليني أشيل المايك من هنا عشان بعد شوية مش هتسمعني. خلاص، يعني لو هنمشيها صح، لما نمشيها يعني في الوضعية دي هتستخدم إيدك التانية علشان تشد راسك لقدام. خلي بالك، مش المفروض تعصر إيدك، كأنك هترخي جسمك وراسك هتعدي فوق إيدك. رخي واسحب راسك لقدام بهدوء. ارخي ارخي، هتحس بتمدد عميق جدا، وكمان هتحس إنك بتفك الضغط عن فقرات الرقبة. دلوقتي أنا حاسس بالإحساس ده كأني هفرقع المفصل، زي لما بنشد صباعنا والمفصل بيفتح. هو ده الإحساس اللي عندي، كأني على وشك أفرقع. أرخي بالظبط، ممتاز. ولما نحب نمدد جنب الرقبة، دلوقتي خليني أرجع الميكروفون مكانه. ولما نحب نمدد جنب الرقبة، إزاي نعمل كده من غير ما نضغط على الجنب التاني؟ السر في الكتف. خلينا نفترض إننا هنمدد الجنب الشمال، صح؟ هنسحب ناحية اليمين. في الحالة دي هتحط دراعك الشمال ورا ظهرك، ورا العمود الفقري. ده هيخلي الكتف ينزل وهيمنع إنه يطلع لفوق. هنا هتسحب راسك ببطء بهدوء لحد ما تحس بالتمدد، تمدد خفيف. هتحس بالتمدد منتشر أكتر، والتمدد كامل أكتر من لما تسيب دراعك سايب والكتف بيتحرك معاه. هنا شوف، في الحالة دي مفيش تمدد خالص، مفيش أي تمدد. هنا بتحس بالتمدد ده متوزع أكتر، الإحساس حلو جدا. وطبعا بعدين هتعمل الناحية التانية، الموضوع حلو جدا. تاني غلطة هي إنك تحبس نفسك أثناء التمدد. في عضلات كتير في الرقبة بتوصل للضلوع، ده معناه إن العضلات دي بتساعد وبتساهم في التنفس. فلو حاولت تعمل تمارين التمدد وحبست نفسك أو نفسك بقى قصير، العضلات دي ببساطة مش هتعرف ترتاح. انت فاكر انك بتعمل تمدد، لكن في الحقيقة انت داخل في شد وجذب، بتقيس قوة وبتتخانق مع رقبتك. يعني باختصار، عشان نبسط الموضوع ونفهمه بسهولة، عشان نرتاح نريح الرقبة ونريح المنطقة العنقية، لازم نرخي النفس الأول. اعمل كده، هتشد رقبتك لحد ما تحس بإحساس خفيف ولطيف بالتمدد، وفي الوضع ده هتخرج النفس لفترة أطول. بتحس إنه لما تاخد نفس طويل وتخرج النفس لفترة أطول، بتعمق الشد ده من غير ما تحتاج تبذل مجهود، من غير ما تضغط أو تأذي رقبتك. الكلام ده بينطبق على كل تمارين الشد في منطقة الرقبة. لازم تعمل النفس الطويل ده، النفس البطيء ده. ولو ما قدرتش تطلع النفس براحة وانت بتعمل الشد، يبقى انت بتضغط جامد زيادة عن اللزوم. خفف الضغط هنا فوق وعمق الشد بالنفس وانت بتعمل الشد. انا فهمت دلوقتي. انا فهمت دلوقتي. الخطأ الثالث هو انك مش بتعمل الشد لمدة كافية. لما بنعمل تمارين الشد احنا عايزين العضلة ترتاح، نقلل التوتر في العضلة دي
وكمان نحسن الدورة الدموية. احنا عايزين نريح الفاشية والأوتار وكمان نخفف الضغط عن المفاصل، وكل ده بياخد وقت. لما تعمل الشد السريع ده، الشد المستعجل ده، انت كده بس بتزود تهيج العضلة دي. يلا نتفق كده، انت هتعمل اي تمرين شد للرقبة، شد لحد ما تحس بتمدد خفيف ولطيف، فاكر؟ وهنا هتفضل على الأقل ل5 زفرات، هتطلع النفس 5 مرات بهدوء وبراحة ومن غير استعجال. استمتع بالموجة دي من الاسترخاء، على الأقل 5 زفرات. وتقدر تعمل التمارين دي في أي وقت تحتاج فيه، في أي وقت تحس إنك محتاج تخفف أو تسترخي رقبتك، لأنك لما تتمدد بالطريقة دي مش هتضغط على نفسك ومفيش أي خطر، حتى مش هتحس بالإحساس ده بتاع الرقبة المتهيجة بعد ما تتحرك. الخطوة الجاية هي إنك تتعلم إزاي تفك الضغط عن العمود الفقري، وأنا هوريك أحسن طريقة أعرفها تعمل كده في الفيديو ده. كل اللي عليك تضغط هنا على الشاشة، ولو رقبتك بقت أريح وأخف ومشدودة أقل، ابعت الفيديو ده لحد محتاجه، حد بيحس بألم أو توتر في رقبته أو كتافه. ده كل اللي بطلبه منك، خلي الفيديو ده يوصل للي محتاجه. أنا هكتفي بكده، تحياتي وأشوفكم المرة الجاية.